السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم فيديو جديد ووصفه جديده وان شاء الله تكون مفيده. هنعمل بقى الاسبونج البيتي بطريقه سهله وبسيطه. عايزه بقى تعملي جاتوه، عايزه تعملي تورته، عايزه تعملي اسبونج اللي هو السويس رول، اي حاجه انت عايزاها. هنحول الدقيق العادي لدقيق اسبونج اللي هو بيتباع غالي جدا. وفري بقى فلوسك واعملي معايا الوصفه دي، ونسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وندخل بقى على الفيديو. بس لو أول مرة تشوفي القناة يا ريت تشتركي لي فيها وتحطي لي لايك للفيديو وتعليق حلو منك كده يشجعني إن أنا أكمل. أنا معايا المقادير بتاعتي إيه؟ أنا معايا نص كوباية سكر بودرة، معايا كوباية وتلت من الدقيق، ربع كوباية من النشا. دي مقادير للصينية الصغيرة اللي هي المستطيلة بتاعت الطقم المستطيل. أنا هعمل بقى أي مقادير بقى صينية أنت عايزاها. طبعا لو انت عايزه تعملي صينيه كبيره بتضاعفي بقى طبعا المقدار، او بتزودي طبعا المقادير الصينيه اللي انت عارفاها. وان صينيتك ده بتاخد المقدار كذا، اعملي الخطوات بتاعتي زي ما هي. انا دي مقادير الصينيه المستطيله الصغيره. طلعت لي الكيكايه زي ما انتوا شفتوها كده في اول الفيديو. جبت بقى الكوبايه وتلت دقيق بتوعي دولت، نخلتهم. اهم خطوه بقى في اللي احنا بنعمله ده النخل، انك انت تنخلي الدقيق، يعني الخلطه اللي احنا هنعملها على بعضها دي تتنخل مرة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة. انا نخلتهم حوالي عن 5 6 مرات. يعني عملت مرتين معاكم كده في الفيديو وفصلت ونخلت اكتر من مرة، عشان كل ما تنخلي كل ما هتديكي نتيجة افضل واحلى. يبقى انا حطيت نص كوباية من السكر البودرة، عليها كوباية وتلت من الدقيق العادي، من ربع كوباية من النشا. ربع كوبايه من النشا. انا هكتب لكم طبعا كل حاجه في صندوق الوصف. ربع كوبايه من النشا، وهنحط معلقه صغيره من البيكنج باودر وكيسين من الفانيليا. يبقى انا المقادير بتاعتي هقولها لكم تاني اهو. نص كوبايه من السكر البودره، كوبايه وتلت من الدقيق، ربع كوبايه من النشا، معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره من البيكنج باودر، كيسين من الفانيليا. كل ده هحطه على الاسبونج بتاعي. ده يعتبر زي الاسبونج الجاهز بالظبط اللي احنا بنشتريه من بره، اللي دلوقتي باسعاره خياليه. طبعا لو انت عامله بقى مشروع، طبعا انت بتجيبي امكانياتك بقى وبتجيبي بقى الحاجه بتاعتك عشان بتعمليها. انما انت بقى لو ست بيت بقى زي حالتي كده وعايزه تعملي حاجه كده سريعه، حاجه سريعه، جايلك ضيوف فجاه، عندك عيد ميلاد، عايزه تفرحي ولادك مثلا بالقشطوطه بالحاجات اللي احنا بنشوفها دي، تعمليها كده على السريع من غير ما تشتري بقى دي اسبونج جاهز ولا كلام من ده، لان سعره بقى غالي جدا جدا جدا. هندخل بقى كل الكلام ده مع بعضه زي ما انتم شايفين كده. هنقول المقادير مع بعض تاني. انا جبت نص كوبايه من السكر البودره، او بقول لكم ان انا بنخله مره واتنين وتلاته واربعه وكتير قوي يعني. حطيت بقى الحاجه على بعضها، هنخلها في كل مره، هنخله في كل مره هنخله. اللي هيطلع ده طبعا هتخلص منه، لانك انت كل ما هتنخلي كل ما هتطلعي مثلا ايه شويه سكر ما تطحنوش شويه كويس. حاجه بقى كده كانت بسيطه في الدقيق كده، اي تكتلات بتاع تنزليها لغايه ما تحسي ان المنخل بتاعك خلاص فضى، ما فيش فيه، ما بيطلعش بقى اي حاجه. يبقى انت كده مشيتي في المضمون. كل ما اي حاجه تطلع بقى كل مره بتنخلي فيها دي طبعا تتخلصي منها، ما ترجعهاش في الدقيق تاني. هندخل بقى الكلام ده كله. انا بقى بحير الحاجه كده من طبق لطبق. هندخل بقى كده الحاجات دي، وهقول مع بعض المقادير تاني. جبت نص كوبايه من السكر البودره، والسكر بالمناسبه بقى انا طحناه في البيت، سكر ابيض عادي من بتاعنا اللي هو بتاع الشاي العادي، وانا طحنته في البيت، بس يكون سكر ابيض ما يكونش السكر الغامق بتاع التموين. احنا كلنا دلوقتي بيجيلنا سكر ابيض مع التموين عادي. السكر الابيض العادي اللي هو الابيض ابيض ده بندخله بقى طبعا، بطحنه في المطحنه بتاعه الخلاط وبعمله. ونص كوبايه من السكر البودره، كوبايه وتلت من الدقيق، اللهم صل على النبي، انه ربع كوبايه من النشا، معلقه صغيره من البيكنج باودر، وكيسين من الفانيليا. دي معايا ايه بقى دلوقتي؟ 4 بيضات. 4 بيضات من اللي هم يعني البيض يكون كبير شويه، وتكوني بقى مطلعه كده بدرجه حراره المطبخ. وفي ناس بشوفهم بيعملوه ساقع. جربي كده وجربي كده، والنتيجه اللي تطلع صح معاكي اعمليها. الاساس بتاعي بقى هنا بعد ما عملت كل ده كله عشان خاطر اظبط بقى الدنيا صح، معلقه المحسن الجل. انا بجيب محسن جل كيس كده اللي هي بينه من المتحده، حلو جدا، وبحط الكيس عندي وباخد منه المعلقه. هو الكيس يعتبر معلقتين، يعني يعمل لك مرتين. باخد منه مثلا المعلقه او الكميه اللي انا عايزاها،
وبلف الكيس حلو وبحطه في كيس تاني بتاع تلاجة واحطه في التلاجة واحفظه في التلاجة. لو قعد بقى معاه ما قعد يعني ايه ما بيجرالوش اي حاجة يعني، لان انا مقفلاه حلو وحاطاه في كيس برضو عشان خاطر ما يطلوش اي هوا ولونه يتغير. هو لون المحسن بيبقى عامل زي لون الفازلين كده، اللون البيج اللي هو البيج الغامق كده، ما بيبقاش ابيض شهق. الابيض الشهق ده يبقى ده كده خلاص باظ. هنزل بقى بكل الحاجات دي كلها ودي ضربه كده بالمضرب كده طبعا الموضوع ده عايز عجان او مضرب بيض قوي، ما ينفعش خلاط، ما ينفعش تعمليه بالمضرب اليدوي. وبرده نص كوبايه ميه ساقعه، كوبايه الميه ساقعه انا جايباها من الكولمان، يعني كولمان ساقع جدا، انا بحط فيه تلج كتير وكده، ميه ساقعه، او تحطي بقى ازازه كده في التلاجة لغايه ما تسقع خالص كده ويبقى التلج فيها كده مخرز، تاخدي نص كوبايه ساقعه. المحسن ما بيشتغلش يا بنات الا على الميه تكون ساقعه كده وحلوه جايه من التلاجة، تكون حلوه قوي. انا بقى بحب احط المحسن في الاخر، يعني انا بشوف ناس بيحطوا المحسن في الاول مع البيض والميه والحاجات دي لغايه ما بيربط، وبعد كده بيحطوا المواد الجافه. لا انا بحب احط المحسن في الاخر عشان اطمن ان السكر بتاعي داب وكل حاجه دابت. جربوا بس الطريقه دي ان كنتوا تحطوا المحسن في الاخر. بعد هيهيش بقى دلوقتي طبعا بعد ما تخلطوا كام خلطه كده، الاول البيض بالمكونات الجافه وتحطوا بقى المحسن في الاخر، هيهيش بقى ويرفع دلوقتي كده. بصوا كان في شويه كده في اخر الحله بتاعه العجان، شوفوا وصلت دلوقتي ايه يعني لتلات ارباعها اهو زي ما انتم شايفين. كل ما بيهش معاكي وبيعلى تعرفي ان السبونج بتاعك هيطلع ناجح 100%. اهو زي ما انتم شايفين. انا معتمده ان الطريقه ديت، بحب اعمل القشطوطه لاولادي، وبحط بقى ايه معلقه خل، معلقه تحطها في الاول تحطها في الاخر ما هيش فارقه كتير، يعني انا كنت نسيت احطها في الاول حطيتها في الاخر بس عادي يعني ما اثرتش معايا في النتيجه. تمام. انا بحب افرح ولادي قوي، بيحبوا جدا القشطوطه دي بتاعت ابو لبن، وعملت فيديوهات كتير على القناه موجوده بالقشطوطه بالكنافه والقشطوطه المانجا وقشطوطه الرز باللبن والقشطوطه الساده والقشطوطه اللي بالكراميل وبالفراوله. عملت حاجات كتير كده اول ما فتحت القناه، لو حابين تشوفوها يبقى شاكره لكم جدا، يعني لو بصيتوا كده على القناه ولفتوا لفه كده في القناه وشفتوا الوصفات اللي انا عملتها. طبعا بقى بعد ما بنطلع بقى الاسبونج بتاعنا بديله برده تقليبه كده عشان خاطر لو في حاجات راسيه تحت كده في العجان من تحت تطلع وتبقى حلوه. شوفوا بقى الاسبونج عامل ازاي، قد ايه تقيل والله يا بنات، مش هتفرقوه عن الاسبونج الجاهز اللي بيجي جاهز. انا حطيته كده في الصينيه المستطيله، ما رفعتوش بورق ولا حاجه، هو مش هيرفع اكتر من كده. يعني هو المفروض يعني الاطمئنان انك انت تحطي ورق كده زي ما انا عملت معاكم قبل كده، بس يعني الاطمئنان عشان لو حاسه مثلا انه ممكن يفرم معاكي كده في الفرن او حاجه عادي. بس انا ما عملتش معايا حاجه، ما اثرش في حاجه يعني، وحطيته زي ما انتم شايفين كده. لما طلعته بقى غطيته بالورقه بقى بالكيسه كده بتاعه التلاجة نظيفه، غطيته وسبته كده على البوتاجاز لغايه ما برد تماما زي ما انا عملت معاكم قبل كده. اللي هي كيكه المانجا دي كانت الكيكه اتبهدلت معايا شويه لان انا اتسرعت وقلبتها وهي دافيه. بعد بقى ما طلعت بقى شلت الكيسه بتاعتي كده، بشيل بقى ايه الحاجات اللي على الوش دي، لان هي دي كلها زفاره البيض، هي الزفاره كلها ملمومه في القشره اللي هي المعجنه اللي على الوش دي، بس هو مستوي وزي الفل. انا كنت طبعا مختبراه انا سبته بالظبط نص ساعه في الفرن وبدات افتح عليه، فتحت عليه لقيته بقى ايه مسك كده وجمد كده من على الوش. حطيت السكينه كده في النص بالراحه طلعت لي نظيفه. طفيت الفرن وسبته شويه في الفرن كمان. دي طريقه التسويه اللي انا معتمداها بصراحه في اي كيكه، حتى كيكه الشاي. الكيكه الاسبونج ده هتعتمدوه في لما انتوا عايزين تزوقوه. كيكه الشاي العاديه ما بينفعش يتحط عليها مثلا كريم شانتيه ولا بيتحط عليها اي حاجه من دي، لانها بتبقى دسمه جدا، بيبقى فيها زيت وبيبقى فيها سمنه وبيبقى فيها مثلا لبن، بيبقى فيها حاجات زي كده. لما بتحطي بقى عليها اي تزيين او حبيتي تزينيها بتبقى تقيله وما بتبقاش حلوه خالص. انما انتوا هتعتمدوا بقى الطريقه دي باذن الله، ويا ريت اللي يجربها يرجع لي بقى كده في الكومنتات ويقول لي على انها نجحت ان شاء الله معاكم زي ما نجحت معايا الطريقه دي. دي تحويل الدقيق العادي لدقيق اسبونج، عملناه بكل سهوله وبساطه. وشوفوا بقى يعني طالعه عاليه وحلوه قد ايه. انا ما عملتش طبعا، ما زينتهاش بقى معاكم لان انا كنت عامله قريب كيكه المانجا وكنت عامله حاجات كتير كده، فانا حبيت بس معاكم في الفيديو ده اوريكم طريقه الاسبونج البيتي بيتعمل بطريقه سهله وبسيطه، وازاي تحولي الدقيق العادي بتاعك لكيكه
كيك سبونج يبقى جاهز عندك لاي تورت، لاي حلويات، لاي جاتوهات زي ما انت عايزه. اهو يا حبايبي ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب ان شاء الله يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات جديده، في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.